اهلا بيكم في البرنسبل رقم 10 من البروجكت مانجمنت برنسبلز، وبرضه الصياغه الظريفه واختيار البي ام اي للكلمات والالفاظ. اوبتمايز، ريسك، ريسبونسز، وبرضه هناخد الكلمتين الاساسيين بس بعد ما نشرح يعني ايه كلمه ريسك، عشان لو حد مش متابع معانا المعنى اللي احنا نقصده. ريسك بالنسبه لنا في مجال اداره المشروعات هو حدث متوقع غير مؤكد. It's uncertain event، حدث متوقع ولكن غير مؤكد، يعني يحصل يا ما يحصلش. بس المشكله ايه؟ انه لو حصل هيكون له تاثير على واحد او اكتر من اهداف المشروع بتاعنا، وده شيء طبيعي في مجال اداره المشروعات لان كلامنا كله تخطيط في المستقبل، وبالتالي متوقعين ان احداث ممكن تتغير واحنا ماشيين. تعالوا بقى نشوف الكلمتين المهمين بالنسبه لنا، اوبتمايز وريسبونسز. تاني كلمه ريسبونسز بتقابلنا مش لاول مره، وريسبونس دايما بتحمل جواها الاحساس بالسرعه. ريسبونس يستجيب، استجابتنا للريسكس، يعني مش بنستنى وبنهدى، لا دايما بنتفاعل بسرعه مع الريسكس. فهنا كلمه ريسبونسز ان احنا دايما بنحط حلول نستجيب بيها للريسكس اللي احنا متوقعين ان هي تحصل في المشروع بتاعنا. طيب اوبتمايز، اوبتمايز شايله جواها برضو معنى التحسين المستمر، ان انا باوبتمايز الدنيا، مش بسات سوليوشن، مش بحط حل وخلاص كده الدنيا بيس وزي الفل. لا يا فندم، حضرتك محتاج يفضل عينك على اللي بيحصل. ليه؟ لانك ممكن تحتاج تاخد اكشنز تانية علشان تحسن بيها الرد الفعل او الفعل او الريسبونس او شكل الاستجابه اللي انت استجبت بيها للمشروع بتاعك او للريسك جوه المشروع بتاعك. وهنا الكونسبت هنا بيقول لك دايما تبقى عايش جوه المشروع ومع المشروع وفوق المشروع، يعني انت عايش المشروع نفسه. فاي حاجه بتحصل من ناحيه الريسكات عينك دايما عليها. الريسك بيهيفير، لما نوصل ان شاء الله لكلامنا في الريسك مانجمنت هنتكلم عن الريسك بيهيفير، وان الريسك بيهيفير ده ممكن يتحرك فوق وتحت حسب تغير الاحوال حوالينا في المشروع. فمع التغيرات دي انت محتاج تحسن الريسبونسز بتاعتك، محتاج تحسن الحلول بتاعتك، وده حاجه مستمره ومكمله على طول، مش حاجه بتتعمل وبطمن بعد كده واسيب الدنيا تمشي زي ما هي ما عايزه. لا يا فندم، عينك على المشروع، شوف ايه اللي بيحصل، ودايما اوبتمايز الريسبونسز طول ما انت ماشي. ده كان البرنسبل رقم 10. لسه معانا 2 برنسبلز هنشوفهم في الفيديوهات اللي جايه.